تعالوا مع بعض النهارده نعمل اكله سهله ولذيذه وكمان اقتصاديه جدا. هنعمل لها بقى تتبيله هتودي طعمها في حته تانية خالص. يلا نعمل مع بعض النهارده اجنحه الفراخ المشويه في الفرن. هتطلع دايبه ومستويه ومش قادره بقى اقول لكم طعمها كان خطير قد ايه. التتبيله حلوه جدا وسهله وبسيطه، وبجد هتودي الاجنحه دي في حته تانية زي ما قلت لكم كده. شايفين الاجنحه طالعه دايبه ومستويه وريحتها كمان كانت قلب البيت. بصوا يا جماعه، شايفين؟ تعالوا كده نفتح الجناح من جوه ونشوفه عامل ازاي. بصوا دايب ومستوي وبجد خطير. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. وتعالى اقول لك عملناها ازاي. جبت بوله حطيت فيها كوبايه من الزبادي، معلقه كبيره من صلصه الطماطم، معلقه صغيره مليانه من هريسه الفلفل الحلو، ولو مش موجود كملوا الوصفه عادي جدا. معلقه صغيره من الثوم المفروم، ربع كوبايه من الزيت، عندي بابريكا، بهارات فراخ، فلفل اسود، عندي كمان نص معلقه صغيره من القرفه، معلقه صغيره بس مليانه من بهارات المشاوي. بعدين ضفت بقى الملح والملح حسب الرغبه، ضفت عليهم بقى معلقه كبيره كده مليانه من العسل الابيض. رجعت قلبتهم مع بعض كويس جدا. وعايزه اقول لكم ان بهارات المشاوي بجد يا جماعه بتنقل التتبيله دي في حته تانية خالص. التتبيله دي كمان ممكن تنفع لاي حاجه احنا عايزين نشويها، سواء لحمه او فراخ، بتطلع في منتهى الجمال. قلبتها مع بعض كده كويس جدا، وبعدين رجعت ضفت عليهم بقى معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره كمان من البصل البودر. رجعت قلبتهم تاني كويس جدا مع بعض. وجبت بقى الاجنحه بتاعتي اللي انا غسلاها كويس جدا ومصفياها كمان من الميه. فصلت الجزء اللي فوق عن الجزء اللي تحت بالشكل ده. هجيب بقى التتبيله وهنزل كده بالتتبيله على الاجنحه. وهنبدا هنا بقى في المرحله دي نقلب كويس جدا، لا يقل عن دقيقتين 3 تقليب بالشكل ده، علشان التتبيله تدخل كده جوه الاجنحه. وممكن كمان نتبلها من بالليل للصبح ونحطها في التلاجة، هتشرب كده الاجنحه من التتبيله وهتطلع في منتهى الجمال. انا هقلبها كده دلوقتي واسيبها في التتبيله دي ساعتين. غطيتها ودخلتها التلاجة وهسيبها بقى ساعتين. شايفين؟ بجد خطيره. رجعت كده بعد ساعتين، جبت الصينيه بتاعتي وحطيت فيها ورقه زبده. هبدا بقى ارص كده الاجنحه في الصينيه وادخلها على فرن ساخن درجه حراره 200. هدخلها بقى لحد ما الاجنحه بتاعتي تستوي، تقريبا كده هتقعد ساعه. هتطلع بقى في منتهى الجمال. نقلتها كده في طبق التقديم وطلعت بجد دايبه ومستويه. وبصوا بقى الجمال، شايفين شكلها حلو جدا، مشويه كده وطعمها لذيذ بجد يا جماعه خطيره. وزي ما قلت لكم عملت جنبها بقى السلطه الحلوه دي، بجد مع المشويات طعمها في حته تانية خالص. ممكن بقى تتاكل بالعيش زي ما انا بعمل كده، ومعاها كمان سلطه طحينه وسلطه خضراء. ممكن كمان تتاكل مع الرز، وممكن برضو تتاكل مع المكرونه. بصوا يا جماعه، شايفين الجناح بيطلع من العظم ازاي في منتهى السهوله، دايب ومستوي بجد. بقى عايزه اقول لكم ريحتها كانت قلب البيت. عايزاكي تجربيها وتقولي رايك فيها ايه. اكله اقتصاديه وحلوه جدا وكمان مشبعه وطعمها خطير. هتعجب بقى الولاد جدا وهتعجب كمان كل اللي هيدوقها من ايدك. يلا جربيها وما تنسيش بقى تقولي رايك فيها ايه. ما تنسيش كمان تعملي للفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبك.